على الرغم إن الواحد بيدخل أفلام كتير في السنة إلا إن دايما بيكون فيه فيلم كده حلال فيه تمن التذكرة، والإجابة في فيلم براد بيت والمخرج جوزيف كيوزانسكي الجديد، وهو فيلم F1 أو فورمولا 1 اللي دخلته النهاردة في السينما. على مستوى الإخراج فإحنا معانا نفس المخرج اللي قدم لنا توب جان مافريك، وهنا هو بيفرد عضلاته أكتر من خلال تصوير مشاهد سباقات العربيات، ودي على مستوى زوايا التصوير والمونتاج وحتى الساوند اديتنج في قمة الروعة. كمان لما نيجي نتكلم عن الفيلم من ناحية انه تجربة سينمائية، فهي فعلا تجربة ما تتشافش غير في السينما، لان كمان بصريا وبالتصوير الفيلم رائع على كل العناصر التقنية. وعلى مستوى الاداء التمثيلي براد بيت في افضل فورمة ليه من فترة، ومقدم اداء ممتاز جدا. وبرضه من اكتر الشخصيات اللي انا حبيتها في الفيلم كانت شخصية غفير بردام. كمان تماسك القصة والايقاع وتقديم افضل ما عندهم من ناحية الدراما والشخصيات وعلاقتهم ببعض، وماضي بطلنا وعلاقته بصديقه والطابع الكوميدي، وطبعا تسلسل النهاية اللي كان اكتر من رائع ويوترك فعلا. على مستوى الموسيقى التصويرية لهانز زيمر رائعة. يمكن من عيوب القصة إن أسلوب الحوار كان كليشيه شوية خاصة في النص الأول، ولكن عامة أنا خارج من أسلوب الفيلم وتجربته أنا منبهر الصراحة، وبكل تأكيد من أفضل أفلام السنة، بل وكمان ممكن يكون تاني أفضل فيلم في السنة بعد سينرز بالنسبة لي. تقييم النهائي 8.5 من 10.